يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بصحة وعافية. نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزلنا خلاص فيديو الروتين يوم رأس السنة. قبلها بيوم مسكنا بقى الشقة زي ما شفتوا كده. ظبطناها ومسحناها وفرشناها وخليناها زي الفل. نستقبل بقى السنة الجديدة إن شاء الله كده بكل سعادة وأمنياتنا إن شاء الله ربنا يحققنا، واللي تمنى أمنية وما تحققتش إن شاء الله تتحقق السنة الجاية اللي هي السنة دي يعني بإذن الله، وتبقى سنة سعيدة عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ودايما اوعوا تنسوا الصلاة على الحبيب، ده أهم حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلصنا بقى دخلنا عملنا كوباية الشاي نظبط الدماغ، وزي ما انتوا عارفين بقى دي اهم حاجة. بعد كده بقى ركنت كوباية الشاي على جنب ومسكت بقى الايه الكرنباية الحلوة دي. قلت بقى ايه بمناسبة بقى ان الشقة الحمد لله زي الفل وفرشناها، يلا نعمل بقى ايه نحسسهم بقى بالسنة الجديدة ونعمل محشي كرنب. طبعا كلكم عارفين ان احنا كلنا تقريبا كل المصريين طبعا بيحبوا محشي الايه الكرنب في الشتاء بالذات. بيبقى بقى سخن كده وليه سبحان الله طعم جميل في الشتاء، ولمة بقى العيلة والأولاد الحمد لله جميلة. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا كده احنا بنفك الأول بنشيل يعني الراس بتاعته، وبعد كده بقى بنعمل ايه؟ بنروح بقى عاملين نعمل بقى الورق بتاعه. خلي بالكم بقى انا بعمل حركة برضو. انا بغسل الورق قبل ما اسلقه. في ناس بعد ما بيتسلق بيغسلوه، انا بقى بفضل ان انا باخد كده ورقتين تلاتة تحت الحنفية واروح شطفاها وبعد كده حطاها على ايه، حطاها على مية السليق. افضل لك واحسن لك واسهل لك وكل حاجة. هنا بقى المية بتاعتنا غليت، حطينا فيها معلقة من الكمون وحطينا الملح بتاعنا، وكمان ايه دي معلقة من السكر. جربي بقى معلقة من السكر مع السليق وجربي وقولي لي ايه رأيك فيه. هنا بقى كنت بغسل الورق بتاع الكرنب بتاعي، وبصوا زي ما انتوا شايفين كده بقى بننزله على الايه، على المية اللي هي طبعا لازم تكون مغلية. خلي بالك بالنسبة للسليق، السليق ده عبارة عن ايه؟ بصي وش من هنا وش من هنا، تطلعيه على طول عشان ما يتهريش معاك. اوعي تسيبيه في المية. بصي هوب بروح ايه مطلعه على طول، ما بخلوش حتى، ما بيجيبش الدقيقة ده، هو كل الموضوع ثواني علشان الورق بتاعك ما يتهريش. بصوا هنا بقى انا بس يعني ممكن اكون كنت بجيب الورق بس ما خدش معايا ايه ثانيتين تلاتة اربعة كمان، وكنت شايلاه من المية. ليه؟ لو انتي زودت السليق بتاعه خلي بالك هيتهري منك. انا بحب اعمل ايه وش يمين وش شمال، واروح ايه شايلاه على طول. مجرد بس بحطه، بجيب الورق اللي انا هحطه بعديه وبروح شايلاه على طول. مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. بالنسبة للسليق طبعا انا يعني هنا تقريبا سلقت معاك الكرنباية كلها. هنا بقى كانت اخر حبة بقى في الكرنباية اللي هي الورق، اللي هو اللي بيبقى ماسك بعضه على طول مع بعضه يعني. حطيتها بقى كلها كده بحالها، ما فككتهاش بس طبعا شطفتها الاول، وبعد كده ايه بطلعها بقى ورقة ورقة زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى اخر حاجة اللي بتبقى ايه، اللي بتبقى قلب الكرنباية زي ما بنقول عليها كده. كان زمان يقولوا عليها ايه الحتة الأخيرة اللي جوه دي وزة زمان يعني. هنا بقى خلاص تقريبا كده احنا سلقنا، لا لسه في ورق برضو أخضر. باخده ليه؟ علشان بحب احطه في الحلة ازاي بحشيه برضو، بس بخليه في الايه في الصف الأولاني عشان يعني اذا اتلزقت بتاع. هنا بقى قطعنا بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله طلعت جميلة قوي، وخدت كيلو رز يعني بالبصي. هو زي ما بيقولوا كده بالويم زي ما بنقول زمان يعني، بالنظرة كده بعينيكي تعرفي ان هي ايه، ان هي عايزة مثلا كيلو رز نص كيلو رز كده. هنا بقى جبنا الحلة بتاعتنا قطعنا فيها حطينا فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وقطعنا بقى بصلاية كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هنعمل ايه، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. بعد بقى ما سلقنا الكرنبية بتاعتنا قلنا ايه، قلنا بقى هنعمل ايه، هتشوفوا دلوقتي هنعمل ال الصلصة بتاعت او الخلطة بتاعت الايه الكرنباية. قطعنا البصلاية، وبعد ما نقطع البصلاية هنحط الايه الطماطم
ضربناها في الخلاط، بس انا بالنسبه لي لازم اصفيها، واحط بقى شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح واسيبها تتسبك على النار. نهدي بقى النار عليها شويه كده ونغطي عليها وتتسبك الايه الخلطه بتاعه المحشي. انا كنت الاول يعني احيانا بعمله ني في ني، لكن هنا هنسبك له. هنا الملح والفلفل الاسود والبصله مع معلقه الزبده ومعلقه الزيت وايه، وهنسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده. وقلت بالمره طالما انا واقفه اعمل ايه، اروح جايبه اللحمه المفرومه وجبت لها الحله، حطيت عليها معلقه من الزيت، معلقه صغيره لان طبعا بتبقى كلها دهون زي ما انتم عارفين. وقلت اعمل بالمره طالما انا بقى يوم اجازه، اعمل لك الموضوع دوت هتسهل عليا الامور لما احطها في الفريزر. هتسهل عليا، عايزه اعمل مثلا صيد مكرونه، عايزه اعمل اي حاجه فيها هتبقى سهله عليا. بس انا بعمل هنا بقى، انا هنا بحط اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين هي متجمده لحد ما تفك خالص، واشوحها بقى التشويحه اللي هي، وابدا بقى احط التوابل بتاعتها اللي هي اللي هي بقى بحط فلفل اسود، بحط ملح، بحط جنزبيل، بتعامل معاها معامله اللحمه بالظبط. بحط جنزبيل وبحط قرفه، او بحط كمان جوز الطيب كانها لحمه بالظبط. بصي وهنا بحط اهو جوز الطيب، ببشره بالمبشره الصغيره ديت بتاعته، وشويه الملح، واحطها بقى بصوا بسم الله ما شاء الله، الريحه بقى بتطلع منها جميله قوي. وبخليها لما تنشف الميه بتاعتها تماما. وبعد كده بقى بعمل بجيب بقى البصل بتاعي العادي خالص، زي ما انت تحبي بقى، يعني على كميه انا هنا حاطه كيلو لحمه مفرومه، تحطي بقى مثلا حوالي نص كيلو بصل عليها. وزي ما انتم شايفين كده بنقطع عليها البصل، ونبدا بقى نقلبها بقى تاني. وعايزه اقول لك الطريقه دي حلوه قوي قوي، او ليه؟ لانك انت لما بتنشفي اللحمه المفرومه من الميه بتاعتها، حتى لو ما كانتش في الفريزر، يعني انت حتى لو جايباها لسه طازه من عند الجزار، انت بتنشفي فيها الميه بتاعتها وكل حاجه منها. التشويح دوت مع التوابل، عايزه اقول لك حاجه كده بتبقى جميله قوي قوي قوي، افضل منك انت تقطعي بصل وترجعي تحطي عليه اللحمه وهي نيه. لا، الافضل تشوحي اللحمه المفرومه، وبعد كده حطي عليها اللي نفسك فيه حطيه. عايزه بقى تحطي البصل بتحطي، عايزه تحطي فلفل الوان حطي، عايزه تحطي معلقه من الثوم حطي براحتك. انا بالنسبه لي ما بحطش طبعا ثوم، انا بحط بس عليها البصل زي ما انتم شايفين كده. وزودي كده البصل بقى، احنا زي ما احنا عارفين طبعا كلنا، يعني مفيش حد ما بيقولش ان الحياه صعبه في الفتره ديت. فزودي البصل شويه وما تقلقيش، البصل بيدوب مع اللحمه وبتطلع معاكي حلوه قوي، وما شاء الله بتزود لك كمان الكميه. هنا بقى بنقطع فلفل الوان، لقيت بقى في التلاجة فلفل الوان. عاوزه بقى تحطي فلفل حامي حطي براحتك خالص، زي ما تحبي تحطي عليها حطي. هنا بقى زي ما اتفقنا مع بعض، هنا برضو بحط عليها معلقه من شويه كده من الملح، لان في المره الاولانيه ما حطيناش كنا الملح. هنا بقى عندي شويه من الطماطم المضروبه في الخلاط، كانت فضلت معايا فبحطها. هرجع تاني احط بقى معلقه من معجون الطماطم اللي هو الجاهزه يعني. وبرضه احس ان هي عايزه قوطه تاني، انا بحبها تبقى الجوسي بتاعها بيجي ازاي عن طريق الطماطم. وهنا برضه كان عندي شويه برضه من الطماطم مضروبين حطيتها عليها. عايزه اقول لك بتطلع لك الطماطم دي بقى السر اللحمه المفرومه، بتطلع لك اللحمه المفرومه كده جوسي وجميله. بصي بقى لو اقول لك والله هنا الكاميرا والله كانت ظلماه، كانت حلوه قوي ومحمره وجميله، بس مش عارفه ليه الكاميرا مطلعه اللون الغريب ده. خلاص كده بالنسبه لنا هنهدي النار عليها ونسيبها تتسبك مع نفسها اللحمه المفرومه بتاعتنا. نعصج اللحمه اللي هي تعصيج اللحمه. هنا بقى جبنا جبنا بصل حلو كده، قطعناه على ايدينا مش على الكبه، لان انا عايزاه برضو يظهر في المحشي. وفلفل وملح. وابدأي بقى زي ما انت شايفه كده، اعملي لها مساج جامد قوي قوي قوي. انا عايزه البصله مع الملح مع الفلفل. جربي بقى المحشي، بصي هتنسي، هيوديكي في حته تانية، محشي هيبقى تحفه تحفه تحفه. بصي بقى، ولا بهارات بقى ولا كمون ولا الكلام اللي الناس بتحطه ده، بالنسبه لي انا بحط انا بحط حاجتين فقط لا غير، هما المكونين الاتنين اللي بحطهم، الفلفل الاسود والنعناع، وطبعا الملح ده الاساسي. حطي بقى عليه شويه نعناع كده حلوين محترمين، وقولي لي بقى المحشي بتاعك يطلع طعمه ايه.
هيفكرك بطعم المحشي بتاع زمان، بتاع والدتك وبتاع جدتك. بصي هتقولي المحشي راح في حتة تانية. هنا طبعا بقى الخضرة بتاعتنا بقى الحلوة، اللي هي طبعا شبت وكزبرة وبقدونس، عشان لو لسه في عروسة يعني قالب بيه كده في المطبخ. هنا بقى اللي خلاص الصلصة بتاعتي الصلصالة زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ بقى ننزلها على الايه، على الحاجات بتاعتنا دي كلها. هيبقى معاكي شوية محشي. بصي اتحداكي لو عملتيه بالطريقة ديت، وبجد بجد هتدعيلي وهتشكريني، وهتوديكي المحشي بتاعنا ده في حتة تانية خالص. هنا بقى حطينا، بص ما شاء الله بقى محمر وجميل ازاي، وطعمه بقى، والنعناع مش عايزه اقولك بقى النعناع مديله ريحه تحفه تحفه تحفه. ولا بقى بهارات ولا كمون ولا الكلام ده خالص. هنا بحط ايه، بحط الزيت بتاعي، ومش هحط له الزبده دلوقتي، نحط له الاول الزيت وبعدين بقى هقولك الزبده نحطها فين. هنا بقى جبنا الحله بتاعتنا، وهنا بقى الراس بتاعه الخضره بحطها فين، بحطها في الحله من تحت. شوفي بقى هتطلع طعم المحشي ايه، وريحه المحشي ايه، والمحشي بتاعك يطلع طعمه حلو قوي. بسبب كمان ايه، بسبب الراس الخضره بتاعتك. لما تحطيها في الحله وحطي بقى عليها الايه، المحشي بتاعك، بصي هيبقى حاجه تانية خالص. هنا المحشي طبعا بنلفه لفه عاديه خالص، ما فيهوش اي صعوبه ولا في اي حاجه. هو مجرد بتحطي شويه الرز وتعمليه رول، ما فيش اكتر من كده. بصي اهو، ما فيش اكتر من كده، لف 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 رول وخلاص. على كده احنا بنحب بقى المحشي بتاعنا يبقى حلو كده، لا هو صغير قوي ولا كبير قوي. بفضل الله خلصناه ما شاء الله. ودي بقى ايه، دي بقى معلقتين من الزبده حطيته فوق الوش، وقرن بقى الفلفل في النص كده يديله بقى نكهة حلوة قوي. وهنا بقى الصلصة دي ايه، بقيت لما خلصت الرز وحشيت كله، طبعا بيفضل معاكي الصلصة بتاعت الايه او الخضرة يعني، او اللي اي حاجة انتوا بتسموها، بتفضل معاكي. بتعملي فيها ايه، بتحطيها فوق وش الايه، المحشي بتاعك. وهنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح بقى حاطين له الشوربه. بصي بقى ما تحطيش الشوربه على الاخر، لا، عند الصباع الاخير الاولاني دوت، بيبقى من تحت بس، ما يطلعش فوق الصباع الايه الاخير. هنا بقى بسم الله ما شاء الله، المحشي بتاعنا خلص ما شاء الله. تحطيه على نار بقى عاليه الاول يتشرب خالص، وبعد كده تهدي النار عليه خالص. خلي النار بتاعتك شمعه، يطلع معاك الله اكبر المحشي بتاعنا زي ما انت شايفه. بصي ولا واحده فكت، ولا واحدة راحت يمين ولا واحدة راحت شمال. بصوا بطلعه اهو، الواحدة والله أكبر كله استوى ما شاء الله، في النص استوى واللي حرفه كله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، طلع عايزة أقولك سكر، والله طلع زي العسل. زي ما انتوا شايفين كده صباع بصباعه، والله ولا واحدة فكت ولا واحدة راحت يمين ولا واحدة راحت شمال. زي ما انتوا شايفين كده رصيناه في الطبق بتاعنا عادي خالص. انا كنت بيني وبينك نفسي كده ادلقه في الصينية، بس قلت خلاص بقى نرص ايه طبق زي بعض. هنا بقى كنت عاملة برضو معاه شوربة الكريمة بتاعتي اللي انا بعملها بطريقتي انا عاملاها حلوة قوي، وتنزل كده ترطب على قلبك، والله تحفة. شوفيها انا عاملاها في القناة بتاعتي. شوربة الكريمة بس بطريقتي، ما بجيبش الكريمة، انا بعملها بطريقتي انا. وشوية ملوخية بقى من الناشفة، والفرخة بقى عملناها تحت الشواية. عايزة اقولك زي العسل. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك اوعى تنسي اللايك والتشير وتفعيل الجرس. نورتيني في قناتي، واختما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كملوا الفيديو بقى للآخر، وبحبكم في الله.